lesson 1 من يونت 5 لجريد 4 للترم الاول يا شباب. هنتكلم بقى عن اول ليسن. درس الاول بيتكلم على different jobs، الوظائف المختلفه. هنتكلم يا شباب في الدرس ده lesson 1 من يونت 5 كل جوب وظيفه بتلبس ايه؟ الكاستيومز، اليونيفورم او الزي بتاعها، والوظيفه دي بتعمل ايه؟ what does he do، بيعمل ايه في شغلانته كده، او ايه المهام اللي بيقوم بيها. احنا عندنا هنتكلم على 3 عناصر في الليسن 1 اللي بيتكلم على different job. الجوب الوظيفه، الكاستيوم بيلبس ايه، and what does he do بيعمل ايه في الشغلانه بتاعته. نبدا مع بعض يا شباب. عندنا مع lesson 1 من يونت 5 لجريد 4 الترم الاول lesson 1 بنتكلم على different job، الوظائف المختلفه. خلاص يا شباب، دي الوظائف المختلفة اللي عندنا للليسن ده، وبنتكلم هنا هنتكلم على الجوب الوظيفة. خلاص كده يا شباب، الوظيفة والكاستيوم واليونيفورم او الزي بتاعها، الوظيفة دي بتلبس ايه، and what. هنا بقى لما نسأل حد شغلانتك ايه، what do you do at your job، بتعمل ايه في شغلانتك. يبقى لما اسال حد عن شغلانته اقول له what do you do at your job، انت بتعمل ايه او بتشتغل ازاي او ايه مهام الشغلانه بتاعتك. what do you do at your job، بتشتغل ايه. وهنتكلم على الكاستيومز بيلبس ايه، والجوب نفسها اسمها ايه. طيب هنكتب مع بعض. عندنا اول جوب بنتكلم على الدكتور، الدكتور او الطبيب. طيب الدكتور ده شباب بيلبس ايه، بيلبس وايت كوت، بلطو ابيض. خلاص كده، وايت كوت، البلطو الابيض بتاعه. طيب بيعمل ايه بقى الدكتور ده؟ بيعمل حاجتين، بيعمل هيلب، بيساعد السيك بيبل، بيساعد الناس المريضه، وبيعمل تشيك على their health، بيعمل تشيك على صحتهم او بيكشف عليهم، بيشوف عندهم ايه. ده بالنسبه للدكتور بيلبس الوايت كوت. طب بيعمل ايه يا شباب؟ بيعمل يا اما هيلب للسيك بيبل او بيعمل تشيك على their health. طيب تاني وظيفه معايا بنتكلم على النيرس، الممرضه، ودي اللي بتبقى تحت الدكتور. دي بتلبس ايه يا شباب؟ دي بتلبس بلو يونيفورم، بتلبس اللي هو ايه، يونيفورم لونه ازرق كده، وفي الوان كتيره مختلفه بس اشهرهم الازرق. طب بتعمل ايه بقى النيرس دي؟ بتعمل حاجتين. دي بتعمل هيلب، بتساعد الدكتور، تكون تحت ايده بتساعده هيلب دكتور. وبتعمل ايه تاني يا شباب؟ بتعمل كير فور بيشنتس، وبتعتني او بتهتم او بتعمل رعايه للمرضى ومتابعه ليهم. خلاص كده، يبقى الدكتور بيكشف والممرضه بتتابع الحاله. طيب بعد كده عندنا بنتكلم على الانجينير، المهندس. طب هنشوف المهندس بقى يا شباب بيعمل ايه في وظيفته. انجينير. طيب الانجينير ده بيلبس ايه يا شباب؟ بيلبس الهيلمت، خلاص، الخوذه، وبالاخص بيكون لونها ييلو هيلمت، الخوذه الصفراء عشان تحمي راسه. وتاني حاجه بيلبس افيست، بيلبس الفيست اللي هو على هدومه ده عشان يبقى ايه، معروف ده مهندس الموقع. طيب الانجينير بيلبس الييلو هيلمت، الخوذه الصفراء والفيست. طب الراجل ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل ديزاين للنيو بيلدينجز، بيعمل تصميم للمباني الجديده. خلاص. طيب بعد كده عندنا الانجينير هنتكلم على فايتر، رجل المطافي. طب رجل المطافي ده يا شباب بيلبس ايه؟ بيلبس برضه هيلمت، بيلبس خوذه برضه. خلاص، بس دي في الحاله دي بيكون لونها احمر عشان المطافي، بيلبس الهيلمت، وبيلبس برضه بلو يونيفورم، بيلبس يونيفورم لونه ازرق وعليه الخوذه. طيب الفاير فايتر ده بيعمل ايه يا شباب؟ بيعمل حاجتين، بيعمل ستوب للفاير، بيخمد النيران او بيطفي النار، وبيعمل سيف للبيبل، بينقذ الناس وحياه الناس لما بيكونوا في خطر. طيب بقى كده عندي ايه؟ بنتكلم بقى على البوليس اوفيسر، ضابط الشرطه. الراجل ده بيلبس ايه؟ بيلبس برضه وايت سوت او وايت كوت او وايت يونيفورم، ده لو في الصيف، وبتبقى بلاك لو في الشتاء. خلاص، وبيلبس عليها الكاب بتاعه. طيب ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل بروتكت، بيحمي الناس، بروتكت بيبل من اللص او من اي حاجه بتحصل. ده بالنسبه يا شباب اللي عندي الوظائف، الدكتور والنيرس، الانجينير والفاير فايتر والبوليس اوفيسر، وكل واحد ايه هو الجوب بتاعته واليونيفورم وبيعمل ايه. خلاص، ده كان بالنسبه اللي عندي اول ليسن بنتكلم
بنتكلم فيه على different job. خلاص اتكلمنا على الدكتور، نيرس، فاير فايتر، بوليس اوفيسر، انجينير. كل وظيفه الكاستوم بتلبس ايه و what does he do، كل واحد من دول بيعمل ايه in his job. اتمنى يا رب يكون الدرس واضح ومفهوم.